السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ في سؤال أو استشارة جات لي على البرايفت امبارح، وأنا لقيت إن هي الرد عليها يعني رد ينفع يتعمل فيديو لأنه هيفيد الآخرين في مواضيع البيزنس ادمنستريشن. السؤال عشان أقراه مظبوط تقريبا كان كده، يعني بيقول عندي مطعم مشويات وممكن ناس تطلب اوردر كبير وبعد كده على اخر لحظه ممكن ما يردوش على التليفون ولا يستلموه ولا يظهروا، فده طبعا بالتالي خساره للمكان، وانا عايز ادير الموضوع باحترافيه. ايه وجهه نظرك؟ ده اللي بعد بيقول لي كده. وطبعا انا يعني الوهله الاولى يبلغ ان الموضوع سهل، انما قعدت افكر فيه شويه، عشان كده لقيت ان الرد عليه بيحتاج ان احنا نعمل له فيديو الناس التانية تستفيد من الموضوع. اولا الموضوع ده لازم فعلا تكون تحتاط منه جدا، لانه موضوع فيه مشكلة ومشكلة حقيقية. طيب لقيت لك ان الموضوع ده خد بالك بيجمع ما بين حاجتين، الاوبريشن او ادارة العمليات وادارة العلاقة مع العملاء او الCRM كاستمر ريليشن مانجمنت. لخصت لك الموضوع ده في 3 خطوات تقريبا، او هنتكلم فيه 3 حاجات اساسيه في وقت قصير جدا. يعني الحاجه الاولى انك لازم تحدد طبيعه المشكله، وطبيعه المشكله هنا لقينا ان الموضوع ده عباره عن ويست، هدر. انت بتدير الهدر ده حصل في الموارد زي اللحوم او في الوقت او في العماله، وده كان نتيجة عدم التزام العميل باستلام الطلب، لأن العميل ما ظهرش. يعني طلب الأوردر بتاع امبارح أنا ما كملتلكوش السؤال بتاع الراجل، وقال لك طلبوا مني تقريبا أوردر هيتغدوا بيه مجموعة من الأصحاب مع بعض، طبعا كان كباب وكفتة تقريبا واصل ل 8000 جنيه 9000 جنيه. بالنسبة لبعض المحلات دي خسارة كبيرة جدا، يعني لأن هو ما عندوش حد تاني يشيل الأوردر ده. طيب النقطة الأولى هنحدد طبيعة المشكلة، وطبيعة المشكلة لقينا إن هي ويست أو هدر، والويست كان في اللحوم والفلوس والعماله والوقت واللحمه اللي باظت او اتعملت. طب النقطه رقم 2 او النقطه رقم 1 الاول، تحديد طبيعه المشكله دي في علم الاداره او في البيزنس ادمنستريشن بنحطها تحت نقطتين. ان احنا عندنا مخاطر الانسرتينتي او اللي هي بيتقال عليها عدم اليقين في الطلب. العميل طلب وانا عندي انسرتينتي بالنسبه للطلب ده، مش متاكد اذا كان هيستلمه او لا، وده موجود موجود في كل لحظه وفي كل ساعه وفي كل يوم. طب الحاجه الثانيه وهي الاوبريشنال ريسك او المخاطر التشغيليه. يعني عندنا مخاطر مرتبطه بالتشغيل نفسه، ممكن يحصل مشكله في الاوردر نفسه، وعندنا مشكله ثانيه مرتبطه بالانسرتينتي ان هو ان العميل